مفيش اي استجابة للريموت خالص، وجربت على اكتر من ريموت برضو نفس المشكلة. الريموت شغال اهو، بتشتغل من لوحة الزرار اللي هي في الجنب بس، زي ما انتم شايفين كده. مفيش اي استجابة من الريموت خالص. هنفتح كده ان شاء الله الشاشة نشوف ايه مشكلة السنسور. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت الشاشة. واول حاجة هنعملها هنوصل الباور للشاشة وناخد قياسات على سنسور الريموت هنا. ليد الباور نور اهو يا شباب. هنجيب الملتيمتر بتاعنا على وضع الدي سي. سنسور الريموت يا شباب المفروض بيبقى عليه 5 فولت. طب ال5 فولت دول بنقيسهم فين؟ بيبقى فيه مكثف هنا ورا السنسور وليد الباور، بنقيس عليه هنا ال5 فولت المفروض يكونوا موجودين هنا على الرجل الموجب. في 1.5 فولت. المفروض ال5 فولت تبقى على اول رجل هنا على الشمال في كل برد الشاشات اللي هي ال3 في 1 اللي هي الصين اللي زي كده. 1.5 فولت يا شباب. فطبعا كده القيمة قليلة جدا على السنسور الريموت، مش هينفع يشتغل. طب احنا هنفصل الباور كده وهنشيل السوكت بتاع السنسور والبريسات ده. نوصل باور تاني. هنقيس برضو هنا على اول رجل بتاعت ال5 فولت. خمسة فولت يا شباب. تمام. حط بس المجس السالب في حتة اهو. ال5 فولت يا شباب. تمام. طيب احنا دلوقتي هنجرب سنسور تاني عشان نتأكد اذا كان المشكلة من السنسور ولا من المين بورد. عندي هنا كابل بريسات وسنسور ريموت برضو بتاع نفس البوردة. نوصله كده. نوصل باور تاني. بسم الله. ليد الباور نور اهو يا شباب. هنقيس برضو على الرجل المكثف 1.5 فولت، وعلى برضو اول رجل في المين بورد 1.5 فولت. كده المشكلة مش في السنسور. طب هو قاس معانا 5 فولت لما خلعنا السوكت اللي هو بتاع البريستات وسنسور الريموت. في ضعف في ال5 فولت اللي هم رايحين للسوكت هنا، ولما بنخلع السوكت بنلاقي ال5 فولت موجودين، بنركبه بنلاقي ال5 فولت بينزلوا ل1.5. لما بيحصل لود على الجهاز الفولت هنا بيضعف، وال5 فولت دول بيبقى المسؤول عنهم مقاومة. هنا بيبقى في هنا مقاومة فيوزية. هنوصل كده ان شاء الله ونقيسها مع بعض ونطمن برضو نشوف الوضع فيه ايه.
المفروض المقاومة بتبقى ورا السوكت هنا يا شباب. عليها 5 فولت. والناحية التانية برضو هنا 5 فولت. طيب هنوصل السنسور بتاعنا كده. وصل تاني. كده 5 فولت واصلين اهو يا شباب. نقيس الناحية التانية من المقاومة. خدت بالكم كده الناحية التانية من المقاومة قايسة 1.5 فولت، وقبل المقاومة قايسة 5 فولت. اقرب لكم المقاومة كده عشان تشوفوها. خدت بالكم يا شباب، هي دي المقاومة اهي. حتى لو تلاحظوا ان لونها متغير، شايفين المقاومة صغيرة قد ايه. هفك ان شاء الله المقاومة دي، اغيرها بواحدة زيها بالظبط. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما غيرت المقاومة اللي انا وريتها لكم. كانت المقاومة محروقة كده ولونها متغير. هنوصل كده ان شاء الله الجهاز باور تاني. بسم الله. ليد الباور نور اهو يا شباب. هنجيب المالتيمتر بتاعنا. نقيس ال 5 فولت على اول رجل زي ما قسناها قبل كده. بقت 5 فولت اهي يا شباب. الاول كنا بنشيل السوكت، كان الفولت بيبقى 5 فولت. نركب السوكت كان الفولت بينزل ل 1.5 فولت. بقى 5 فولت اهو. شوف على المكثف 5 فولت تمام. نجرب الريموت كده. بسم الله. الحمد لله الريموت اشتغل اهو يا شباب. الاضاءة اشتغلت اهي. خفلكوا الاضاءة عشان تشوفوا. الاضاءة شغالة اهي يا شباب. نفصل كده. الحمد لله الريموت اشتغل تمام. هقفل الشاشة كده ونشوف النتيجة النهائية. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما قفلت الشاشة. الحمد لله الريموت شغال تمام. هنعلي الصوت كده الشاحن زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه بنطمن على صوت الشاحن. لا اكزايت. زي ما انتم شايفين اهو يا شباب. الحمد لله الريموت شغال تمام. الحمد لله. يا رب نكون استفدنا من الحلقة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.